تعالي اقولك ازاي تعملي شعرك كيرلي في البيت ويطلع كده، لو طويل او قصير وما يهش ويبقى ديفايند على قد ما تقدري. النهارده انا هستايل الشعر ده الكيرلي. طبعا الكيرلي علشان نعمل ستايلنج للشعر الكيرلي لازم شعرك يبقى مندي مش مبلول. هو طبعا عشان انا واقفه بقالي كتير بحضر اللي انا عايزه اصور بيه فنقط عليا، لكن المفروض شعرك ما ينقطش. طيب وانا عايزه على اخر السنه شعري يعني يبقى لاخر ظهري. هتقولوا لي ازاي؟ هقول لكم. هو طبعا يعني هو مش طول واحد، بس بحاول ان انا ولا هصبغ ولا هكوي على قد ما اقدر، وما اصبغش خالص. فالنهارده هنشوف ايه المنتجات اللي انا هعمل بيها ستايلنج للشعر الكيرلي، واول مره استخدمها، يعني المره دي كلها اول مره استخدمها. اول حاجه واهم حاجه في ستايلنج الشعر الكيرلي الليف ان، وده ترافلز. المفروض ان البرودكت ده في ناس كتير قوي بتستخدمه وبشوفه كتير قدامي، وانا قررت ان انا والاقي الزهير ادكت يعني بيروح وبيجي كل فتره ان انا اجرب ده. والجل هستخدم بقى ده مان زون. هتقولي ده رجالي، هقول لكم بجد منتجات الشعر ما فيهاش راجل وست. وطبعا اهم من كل ده ان احنا شعرنا لازم نغسله بشامبو فيه سلفيت، وطبعا في حوارات بحمامه كريم وزيوت وحاجات عملت قبل كل ده، بس ده فيديو تاني ان شاء الله. والفرشه اللي بستخدمها للستايلنج هي مش فرشه واحده، هي بتبقى فرش كتير. على راي اخواتي انت بتشتري فرشه مرتين، بس هي مش مرتين، هي مختلفه. فالنهارده هستخدم دي، ودي ساعدتني كتير قوي ان انا اديفاين شعري. والمفروض ان دي للشعر اللي انت تعملي كيرلز ديفايند، في واحده منها تانية انك تعملي فوليوم لشعرك. بس طبعا انا بليت شعري او الحته اللي انا هعملها وقسمت شعري لاكتر من جزء. حطي عليه. يعني انا من نوع الناس اللي بحمي شعري بالليف ان بجد، يعني هيفضل مترطب. لا هو ريحته مش طبيعيه، ريحته حلوه جدا. المفروض اول حاجه نسرح الشعر بقى، هتدخلوها كده، والمفروض ان انتوا هتقلبوها والمفروض بعد كده شعرك يتعمل سكرانشنج. بس انا مش هعمل سكرانشنج اللي بعمله كل مره علشان شعري بيكش جامد. بعد كده المفروض معرفش الناس اللي بتعمل ستايل في الحمام دول بيجيبوا طاقه منين؟ اكيد مش بيعملوا كده في الصيف عشان بجد الجو حر قوي في الحمام. وهنا كده انا خلصت المفروض شعري كله ما عدا اهم حته في شعري. ده التكنيك بتاع الفرشه. طبعا انا بمليون مره نروح جايبين الحته اللي فوق اللي مليانه جل دي. انا اتلخبطت وحطيت جل كتير بجد، فاتمنى ان هي تطلع عدله. تقريبا في شعرايه طويله. نشوف في الاخر شعري هيبقى شكله عامل ازاي. وده تاني يوم شعري، يعني هو كده المفروض ان هو ناشف. طيب دلوقتي هعمل ايه عشان ندي فوليوم لشعري؟ هتجيبي زيت. طبعا كنت ممكن اجيب زيت الارجان، بس ربنا يخلي القطط كسروا لي ازازه الارجان بتاعتي. طيب هتبتدي انك تفكي الكريز الكبيره، ومن الحاجات اللي انت تستخدميها علشان لو الروتس بتاعتك هابطه، بيك او شوكه زي ما بيقولوا. وممكن يكون كده عملنا الفوليوم بتاع شعري. طبعا انت ممكن تدخلي صوابع ايدك انك تفكي الجل. بس هو ده الفاينل لوك.